يا صباحكم أو مساءكم بهجة، أنا بهجة وأهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هوريكم مشتريات إن هي تفيدكم وكمان في نفس الوقت تعجبكم. الهدف من فيديو المشتريات ده هو حاجة واحدة، هو إن أنا بوريكم المشتريات الجديدة اللي أنا جبتها والمنتجات الجديدة اللي أنا جبتها، عشان لو حد فيكم ما يعرفهاش فهو يعرف. المنتجات دي لو في حاجة جربتها قبل كده هقول لكم رأيي فيها، ولو في حاجة أول مرة أجربها هعمل لكم عنها ريفيو في سلسلة هينفعنا ولا هيسيبنا. هسيب لكم السلسلة تحت في الديسكريبشن بوكس. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة المشتريات اللي أنا اشتريتها كانت من محل اسمه كوزمو ستار. المحل ده مبدئيا مش إعلان طبعا، انتوا عارفين ان انا لسه بادئه وكده، فاكيد مش هعمل اعلان لحد، ولكن المحل ده حلو جدا، المعامله فيه حلوه قوي، شغالين هناك لطاف جدا وبيساعدوا اي حد محتاج اي مساعده او حد قبل المحل ده يدخل ويجرب. والاسعار هناك حلوه جدا، كل الحاجات اللي موجوده في المحل اوريجينال، ولكن اسعارهم حلوه جدا. فيلا بينا نشوف انا جبت ايه. اول حاجه جبتها معايا وهي اصلا الحاجه اللي انا كنت رايحه علشان اجيبها، وهي جبت ده اول حاجه معايا، وهو ده ديودران اسمه دراكون. انا دراكون سمعت عنه، في ناس قالت عليه ان هو حلو وفي ناس قالت عليه ان هو مش حلو، فانا هجربه واقول لكم رايي. هو كان فيه اكتر من ريحه، ولكن انا جبت اللي هي السنت بتاعته كاندي. بصراحه ريحته حلوه قوي يا جماعه، ريحته صوبيا، معرفش، حاسه ان انا بشرب صوبيا قوي. هو المفروض يعني كاندي، كان فيه منه عود وكان فيه حاجه تانية، بس انا اكتشفت ان هو ليه روايح كتير جدا اللي انا جبتها، وهجربها واقول لكم رايي فيها. هو مكتوب ان هو بيقعد 48 ساعه، ولكن بصراحه اشك ان هو ممكن يقعد المده دي كلها، لان انا ما لقيتش عليه الضجه اللي تقول ان هو بيقعد المده دي كلها، فهنجرب ونشوف. وهو عباره عن رول اون، تمام بالشكل ده، وكمان مكتوب عليه ان هو بيفتح، فهنشوف بقى مدى مصداقيته بيفتح ولا لا. انا ان شاء الله هسيب لكم عنه ريفيو في سلسله هينفعنا ولا يسيبنا، ولكن طبعا لما اجربه مده كفايه. ده سعره يا جماعه 99 جنيه مش 100 جنيه، انا خدت الجنيه الفاضل هو 99 جنيه. انا كنت رايحه بس عشان اشتري ده، بصراحه مش النوع ده، انا كنت رايحه اشتري اي نوع اقل من 100 جنيه، ولكن انا بحاسب طبعا، انتوا عارفين بيبقوا حاطين لكم كده عند الكاشير شويه حاجات عشان تروكم وتشتروا. فانا بصراحه اشتريت ده المفروض حمام كريم اسمه نتائج الطبيعه. هو بصراحه انا سمعت عليه ان هو حلو قوي، كان في يوتيوبر اسمها ساره بتتكلم عنه وبتقول ان هو جميل وان كل الانواع بتاعته حلوه قوي وبتشكر فيه بطريقه رهيبه. انا قلت اجيبه اجربه، هو ده بديل للبروتين، كريم لتنعيم الشعر بالكولاجين، فانا هجربه واشوف هل فعلا بينعم الشعر ولا لا. الكيس ده كان ب 12 جنيه. انا بصراحه لقيت ان هو سعره حلو وكيس صغنون، فممكن ان احنا نجربه، فهجربه واقول لكم، وبرضه هسيب لكم ريفيو عنه في سلسله هينفعنا ولا هيسيبنا، ويا رب يعجبني، لان انا واخده عنه توقعات رهيبه ان هو ده الحل لاي مشكله الشعر، فهجربه واقول لكم عليه. انا بصراحه لما لقيته خدته من غير ما اعرف هو نوعه ايه، لان انا زي ما بقول لكم سمعت ان كل انواعه حلوه، فقلت نجرب ويا رب يطلع حلو. وانا بحاسب عشان يغروني انا كنت محتاجة اجيب ليب بالم، فعشان اقفل الفلوس فجبت الليب بالم دي بتاعت بوبانا، هي دي شكلها، انا بصراحة معرفش هي حلوة ولا لا، دي بتاعت بوبانا، لسه هجربها واقول لكم عليها. دي كان سعرها 38 جنيه. هقول لكم الاسعار سريعة. الرقم ده كان ب 99 جنيه، كريم التنعيم ده كان ب 12 جنيه، الليب بالم بتاع بوبانا كان ب 38 جنيه. بس ده كان فيديو النهارده، ودي كانت مشتريات النهارده. المشتريات بسيطه وصغنونه. بنوه على حاجه، النقطه التانية ان المشتريات دي انا قعدت احوش لها، ومش عيب يا جماعه ان انت يبقى عندكم مبلغ صغير او كبير وانتوا تروحوا تجيبوا منتجات على قد المبلغ ده. انا ما كنتش عارفه ايه الديودرانت اللي بأقل من 100 جنيه ويكون مصري، فانا رحت عادي وسالتها وقلت لها انا عايزه منتج يكون اقل من 100 جنيه ومصري. هو اقل من 100 جنيه بجنيه بس مش مهم، يعني في حدود ال 100 جنيه. فبصراحه رشحت لي ده ورشحت لي ستارفل، فوقع الاختيار على ده، وان شاء الله برضه نجيب ستارفل ونجربه. فيا جماعه هي مش حاجه عيب ولا حاجه حرام، كل ما يبقى معاكم مبلغ تقدروا ان انتوا تروحوا وتجيبوا حاجه انتوا محتاجينها على قد المبلغ ده، بس اهم حاجه تكونوا محتاجينها. كان فيديو النهارده، لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.